السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روسا ابراهيم شيف الواحد. بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ على طول. معانا هنا 4 فرخات. الحجم تقريبا كل فرخ حوالي كيلو. الفراخ الصغيرة بتنفع جدا في الشوي وبتستوي بسرعة. احنا هنا مش هننقعهم في اللي هو محلول النقع، لان انا هنقعهم في التتبيلة ليلة كاملة. هاخد بس خل وملح ودقيق، وهبدأ ادعك الفراخ كويس جدا تحت المية، وانضف اي زيادات من جوه ولو فيهم اي زفارة. الطريقة دي حلوة جدا لو انت مستعجلة وعايزة تنضفي فراخ او طيور عامة بسرعة. بس تدعكيهم من جوه كويس جدا بالفرشة او اي لو حتى فرشة سنان، اي حاجة تنضفي بيها الحاجات اللي بتبقى جوه العظم، عشان هي دي اللي بتعمل زفارة في الاكل. هناخد اول فرخة بالشكل ده ونبدأ نشيل الحتة اللي هي من تحت. في ناس بتحب تقص اللي هي الظهر او الرقبة، بس انا بحب اشويها مش مشكلة. فهفتح فتحة من جنبها بالسكين، هنفتحها من ورا. هفتحها من فوق لحد تحت من جنب الرقبة، لان انا حاسبها بنحب ناكلها مشوية يعني. بس بالشكل ده هنبدأ نكسر يعني بنضغط بالسكينة بس عشان العظم لما يتكسر يبقى سهل علينا ان احنا نفتحه بالسكين. بس بالشكل ده. طبعا اللي مش حابب موضوع الرقبة والظهر ده ممكن يقصه بالمقص او يشيله بالسكين من الناحيتين. ويسيب الفرخة بقى كاملة زي ما هي. ده هيبقى شكلها يا جماعة. بس انا هاخد الفرخة تاني اشطفها، عشان في حاجات برضو مهما الواحد بينضف بتفضل باقية كده، فلازم اخدها تاني تحت المية ارجع اشطفها كويس جدا من اللي هي الحتت الصغيرة اللي بقولكوا عليها دي. واثر الدم ده بقى هغسله تاني كويس بعد ما بفتحها. هكمل الفراخ كلها بالشكل ده ونرجع عشان نعمل التتبيله. هنا بقى لازم نعمل فتحات كده بالسكينه او بخله او بشوكه، اي حاجه لازم نخرم بيها اللحم بتاعنا. هنا التخريمات دي بتدي شكل حلو قوي، بس احنا ممكن نخرم الصدر بالذات بالشوكه او بسن السكينه، عشان اللحم يتشرب التتبيله بتاعتنا كويس جدا واللحمه يبقى ليها طعم حلو من جوه. هنعمل فتحات بالشكل ده كده عشان التتبيله بتاعتنا اللحم يتشربها كويس، والصدور كمان تبقى طريه. الفراخ دي هتقعد ليله كامله في التتبيله يا جماعه، واللي مستعجل اقل حاجه تبقى 4 ساعات. يعني 4 ساعات حلو جدا عشان تتشرب التتبيله بتاعتنا كويس. اول حاجه معانا هناخد حوالي راس توم بالشكل ده. اسهل طريقه عشان نقشر بيها التوم يا جماعه، هنقسمها كده من النص ونخبط بايدينا على نص، كل نص لوحده، او نقشر بالشكل ده. وبعد كده نعملها على ايه بتتقشر معانا بسهوله يعني لسرعه الوقت. هناخد معانا بصلتين كبار هنقشرهم ونقطعهم قطع صغيرة عشان هنضربهم معانا في الخلاط. في الكبة او الخلاط هناخد قرنين فلفل، طبعا بارد او حار زي ما تحبوا. هناخد طماطم متقطعة قطع صغيرة، والبصل برضو متقطع قطع صغيرة. وهناخد التوم اللي احنا قشرناه. بس اول حاجة نضرب التوم في الفلفل في الطماطم، وبعد كده نضيف البصل واحدة واحدة يا جماعة، عشان لو سرعة الكبة والخلاط مش كبيرة عشان ما يتحرقش بس. وناخد شوية مية عشان الخلاط يمشي معانا في الاول. هناخد التتبيله بتاعتنا يا جماعه، هنضيف عليها ربع كوبايه من الزيت. طبعا احنا كنا ضاربين في التتبيله من الاول، حاطين فيها ربع كوبايه من عصير الليمون. وهناخد هنا زيت، وهناخد خل كمان. يعني هناخد عصير ليمون وهناخد خل. ممكن نضرب كل الحاجات دي اصلا في الخلاط زي ما تحبوا. هنا هناخد معلقه من العسل الاسود. العسل بيخلي اللحمه طريه وبتستوي بسرعه. ممكن تحطوا عسل ابيض زي ما تحبوا. هناخد كمان علبه صغيره من الزبادي، او ممكن لبن رايب اللي موجود عندكم. الاتنين بيخلوا اللحمه طريه وبيدوا تتبيله برضو طعم حلو. هنا التوابل معانا بتبقى فلفل اسود وكزبره ناشفه، وفي خلطه ورق لورا على حبهان على كوبابه صيني، وفي بابريكا وجنزبيل وكركم. وكمان هنضيف مكعب من مرقه ماجي للي حابب، او ممكن التوابل بتاعه الاندومي برضو بتدي طعم حلو جدا في التتبيله. هنقلب كويس مع بعض. والملح طبعا انتوا بتدوقوا بتشوفوا الملح مظبوط ولا لا. هنقلب كويس عشان كل المكونات تمتزج من بعضها. ممكن تعملوها كلها في الخلاط مرة واحدة، مفيش مشكلة. طبعا الليمون والخل، ربع كوباية عصير ليمون وربع كوباية الخل، بتضربوهم في الخلاط مفيش مشكلة. هنقلب كويس جدا عشان الزبادي تمتزج مع المكونات، وكل المكونات تمتزج مع بعض عشان ننقع فيها الفراخ.
هنغرق الفراخ في التتبيله كويس، وهنغطيها ونحطها في التلاجة ليله كامله، سواء نغطيها بورق استريتش او بكيس بلاستيك، بس لازم تحط جوه التلاجة. نكون مجهزين الشبكه بتاعه البوتاجاز مغسوله كويس جدا، وتحت منها الصينيه اللي هي بتاعه الفرن، عشان الدهون تنزل على الصينيه. اللي خايف على الصينيه انها تتحرق ممكن يغطيها بورق فويل. بس هنحط شويه ميه صغيرين، او عشان اللحمه متبقاش ناشفه يا جماعه في الاول كده بس. الفرن على اعلى درجه حراره، والشبكه محطوطه في الوسط، هنحط فيها اللحمه كل كيلو فراخ بياخد ساعه سوا في البوتاجاز في الفرن. طبعا هنفتح عليها بعد شويه وهندهنها تاني بالصوص بتاعها، ونفتح عليها الشوايه عشان تاخد لون، وبعد كده هنشوفها بالسكينه سواء استوت ولا لا، بالشكل ده. وده كان شكلها بعد ما استوت معانا، لونها جميل ومستوية حلوة قوي، ودي اسهل واحسن طريقة ممكن تشوي بيها الفراخ في الفرن. اكرمكم الله بالعفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.